بس اديني فرصه طردت من المداخله. اتمنى تديني فرصه في توضيح حتى كلام الاخ فيصل بوتلين. تفضل. اللي كان يتكلم قبل شوي. يعني المساله تاخذ هي، يعني لو كنا تكلمنا على بيان النادي الاتحادي ما كان في تجاوز قد ما هو كان طلب اعاده وجهه نظر في القرار، لا اكثر ولا اقل. وفند يعني بعض الاضرار التي لحقت به كفريق يعني يشارك في بطوله الدوري، يعني ما كان، بالعكس واحد انا اعتبرته واحد من افضل البيانات اللي صدرت في تاريخ عفوا في المرحله الاخيره من يعني في الدارجين الاخيره، يعني من اللي كان واضح فيها كثير موقف النادي، وليس في تجاوز ولا في اساءه ولا في يعني على تطاول على القرار شخصيا يعني، لكن هو فند ما كان يرى انه هو تضرر فيه. هذه الجزئيه يعني اللي حبيت اتكلم فيها، لكن الجزئيه اللي انه الاستاذ فيصل يرى انه هو في تعدي على القرار وانه صادر من الرئيس العام، وهذا ابدا ما كان يعني واضح في اي من ردود الفعل، لانه هذا قرار والجميع يتناقش فيه في الوسط الرياضي طالما انه في حدود الادب وحدود النقاش. النقطه الاهم، اذا كان الامير سلطان اتخذ القرار بناء على رؤيه يراها انها تصب في مصلحه الكره السعوديه ومصلحه يعني مساعده نادي لتقديم صوره مشرفه في المحافل الخارجيه، يعني هذا لا يشكك فيه. لكن اللي لفت نظري انا كثير يعني تصريح رئيس نادي الهلال الامير عبد الرحمن بن مساعد وتفنيده لسبب التاجيل، رغم انه هذا لم يذكر الاتحاد السعودي لكره القدم والرئيس العام رعايه الشباب في مضمون القرار، لكن الامير للاسف يعني اضعف موقف الهلال امام الشارع الرياضي والراي العام عندما اكد انه الفريق خاض تقريبا اشواط اضافيه يعني في مباراه الغرافه، واللي يعني بذل فيها جهد كبير وافرزت اصابات وضغوط نفسيه كبيره جدا على نادي الهلال، وراى انه هو لا يعني الهلال غير مؤهل انه هو يتواجه مع الاتحاد وهو بهذا النقص الكبير وهذه الضغوط اللي عليه والاشياء النفسيه، رغم ان المباراه يعني مباراه الفريق الايراني تبعد 9 ايام عن مباراه الاتحاد. يعني لكن هو الخشيه الهلال او اداره الهلال ان يكون هناك تبعيات على الفريق، يعني انه في حاله خسارته امام الفريق الايراني، فكان المصلحه للهلال في الدوري وليست مصلحه الهلال في البطوله الاسيويه. هذا شيء واضح جدا، ويعني اكد تصريح الامير عبد الرحمن بن مساعد. يعني نقطه اخرى انه كان يعني لاحظ ان رئيس نادي الهلال يعني طلباته احيانا مجابه مباشره حقيقه في كثير من تصريحاته من الموسم الماضي الى الموسم الحالي، ما من طلبه لتصريحات مباشره بعد مباريات الهلال ويعني في اكثر من موقف الا ونفذ في اليوم التالي. هذه النقطه، لكن انا برجع لمنطقيه طلب التاجيل الهلالي لهذه المباراه. يعني المساله لما انت ممثل نادي الهلال يوافق يعني كاحد المشاركين في المباريات الخارجيه ويوافق على جدولة الدوري مسبقا قبل صدورها رسميا في المباريات المقدمه والمؤجله، هذا واحد وافق عليها ولم يكن من ضمنها مباراه الاتحاد اي رابط فيها في التاجيل او التقديم وكان موافق على موعدها. يعني ما كان في اي خلاف. ثاني شيء كان في انتقائيه بالنسبه لاختيار المباريات المؤجله في الوقت اللي الشباب يلعب الاسبوع القادم امام نجران ويرتاح يعني 9 ايام الى مباراه الفريق الكوري واجل مباراه الحزم التي تسبقها ب4 ايام، في الوقت اللي وجدنا الانتقائيه لدى الهلال انه كرغبه بالسعي وطمع في الدوري المحترفين ودوري زين ان يبقى حظوظه قائمه فيها في كلا الحالتين، انه طلب تاجيل مباراه الاتحاد اللي هي تعتبر مباراه كلاسيكو وقمه وحاضره، يعني تحدد يمكن بنسبه كبيره نتيجتها من هو بطل الدوري. يعني لا نقول النتيجه لمين، ربما الهلال يفوز، لكن هي كان الهلال راى انه هو في مصلحته انه ما يلعب مباراه الدوري، يبقى حظوظه قائم في بطوله الدوري، فيما سيشارك في مباراه قبل 4 ايام من مباراه فريق البهان الايراني. وهذه بحد ذاتها في تناقض، معناته في انتقائيه. انت يعني يا فريق انتقي من المباراه اللي انت ترى نفسك ان هي تصب في مصلحتك. طالما انك انت هدفك البطوله الاسيويه، اذا من مصلحتك ان ما تلعب مباراه قبل المباراه الاسيويه ب4 ايام. ممكن انت ايضا تتعرض لخساره وممكن تتعرض لاصابه، كل شيء مؤهل في كره القدم، لكن احنا نتكلم عن الفرضيات الموجوده. اضافه الى صمت اداره نادي الهلال عن طلب اي تاجيل لمباراه الكلاسيكو امام فريق الاتحاد عقب تجاوز فريق الغرابه في مباراه الذهاب، وكان بامكانهم قبل المباراه او بعد المباراه الاولى
ان يقدموا طلبا، يعني حتى لو كانت زي مثل التصاريح اللي ظهرت بعد مباراه الاياب، كان طلبوا انه في حاله تاهلنا باذن الله نتمنى من الاتحاد السعودي انه يؤهل لنا هذه المباراه. قال لكن وجدنا ان رئيس الهلال بعد مباراه الاياب يقول يجب تاجيل مباراه الاتحاد لظروف الهلال، لظروف الهلال فقط. طيب السؤال اللي يطرح نفسه حاليا، لو ان المباراه طبعا بحكم انها هي تاجلت الى اشعار اخر، هل ممكن في انا بعد شهر لو انه تحددت في جدول المسابقات يكون الاتحاد يمكن في ظروف مشابهه لفريق الهلال، هل مفروض على الاتحاد ان يخوض هذه المباراه او من حق الاتحاد ان يختار مثلا من ضمن 3 مواعيد ان يختار مباراه هي اللي تناسبه؟ لانه لا يمكن انك انت تاجل المباراه انا في ظروف استعداديه جيده و يعني الفريق المنافس لحكم انه ظروفه الفنيه وظروف العناصريه اللي بتفتقدها والظروف النفسيه اللي يعيشها تم تاجيل المباراه، وليس لظروف لمصلحه اسيويه الحقيقه، لان هي في مصلحه الصف ومصلحه الهلال في بطوله الدوري فقط بحكم انه حيلعب مباراه للاتفاق. السؤال الاخر اللي انا اطرحه، الهلال سيلعب مباراه النصر اللي هي مباراه الديربي الكبرى بين الفريقين في حال تاهل الهلال الى النهائي، سيلعب قبل 4 مباريات، قبل 4 ايام من مواجهه المباراه النهائيه. هل ايضا ستؤجل المباراه الى اشعار اخر رغم انها مؤجله بسبب مباراه الاياب في دور الاربعه؟ تاجلت 4 ايام اخرى، تفصل عن 4 ايام اخرى عن المباراه النهائيه. اذا ما نستفيد في هذا، اذا التاجيلات احنا نتكلم على منطقه التاجيلات، نعم. هل كان لها مبرر ام لم يكن لها مبرر؟ طيب استاذ محمد، لانه ممكن الهلال حتى بنقصه، احنا ما نتكلم على نتيجه المباراه، لكن طيب. نتكلم انه ممكن الهلال ايضا يفوز في المباراه لو لعبت يوم الاثنين. استاذ محمد، انا اخوك فيصل بالاثنين بيدخل الطياره، فيصل عندك تعقيب؟ لا بس هو عموما يعني الاخ محمد يعني حديثه برضه ينصب زي ما حديث الدكتور مدني ان الاتحاد السعودي قاعد يحاب الهلال داخليا، وهذا اتهام خطير. اتمنى بس مراجعه الكلام هذا فقط لا غير، لكن ما اعتقد ان الاتحاد ارجوك يا فيصل، الاتحاد بحاجه. مو انت الوحيد اللي السعودي واللي تخاف على البلد لما تقول لك تحملني انه انا ما قلنا كلام ده، بقول لك انا وقلت تعال نوعيدها، بقول الجداول طلعت من بدري. لو نادي الهلال كان معترض ما قال كان من بدري، يقول لهم يا جماعه زي ما سويتوا الاتحاد سووا لنا، اعطونا الفرص. هذا كلام ما قلنا انه معترضين ولا لا. انا الكلام ده وقلت لك وقلته قبل رمضان انه ما في شيء في خطا هو حصل. دكتور عموما يا دكتور انا ما احب اطول في الكلام، اصلا لغه البيان والكلام اللي انتم تقولونه واضح ولا يحتاج تفسير يعني. والله هذا في رايك، احنا ما عندنا مانع كما تشاء افهم، اما تقول لي والله تتهم الناس وضد المسؤولين من هي القضيه؟ انت بتفجر قضيه ما انت عارف ايش والله احنا بنتكلم والان بتحمل نادي الاتحاد ونحن ضد يا اخي مو لدي الدرجه. لا تحط يا فيصل ارجوك بلاش نادي، لا تحط حاجات ما مكانها وبلاش يا دكتور خليني اكمل كلامي لحظه، انا بروح وتكمل على راحتك، لكن انا بقول لك حاجه. الاتحاد مو في حاجه انه والله تاجل مباراه الهلال، حتى لو الهلال يجي بكامل قوه الاتحاد قادر على هزيمته كما الهلال قادر على هزيمته. هذا ما قلنا فيها شيء فيصل. لا هذه فرق كبيره يا دكتور، ما تحتاج ان احنا والله نستغل ظروف هذا وهذا يستغل ظروف هذا. انا قلت انا لا احب اني اغاب قوه والهلال نفس الطريقه، ما قلنا ده. في الاخير هي مصلحه وطن، نتمنى فقط ان احنا ننظر لها من منظار يعني مصلحه وطنيه فقط لا غير، لكن لما تقول لي والله لا لانه يختار المباريات وعشان الدوري وعشان ما ادري ايش، هذا فيها اي مباراه يعني اللي يقول اختار المباراه. ليش ما راح للشباب؟ سؤال ليش الشباب هذا مو معني في الموضوع؟ طيب الشباب معنا نفس الحكايه، ليش الشباب مو معني برضه انه محاب الشباب؟ في فرق يا اخوي. انا مو وخالد لو المباراه المؤجله مع فريق الاتفاق او الاهلي او اي فريق اخر، هل بيحدث ما حدث؟ هنا السؤال. لا طبعا اللي هي تفرق. شوف يا فيصل يا اخوي فيصل لحظه لو سمحت، يعني الشباب ايش يفرق؟ الشباب سيخوض مباراته القادمه بعد يومين مع فريق نجران، حيخوض المباراه يعني في الاسبوع حيلعب المباراه. والله نحن نتكلم على منطق التاجيل ومنطق الهلال في طلب التاجيل. محمد انت لما تقول بقول لك شيء، بقول لك حاجه، انت لما تقول انه والله هي مثلا شوف، انت لما تكون مشاركه وطنيه لك الحق، عندك العذر الشرعي التي تختار مبارياتك اللي انت تبغى تاجلها، فانت معك قانون انت تقدر تاجل فيه، صح؟ يا اخوي فيصل معلش، منطقه التاجيل احنا نتكلم اذا كان المصلحه مصلحه الفريقين في البطوله الاسيويه، فاين المصلحه في التناقض ما بين فريق
يرتاح 9 ايام قبل البطوله مثل الشباب لما يلعب مباراه نجران القادمه، وبين فريق يرتاح 4 ايام. هو يا محمد بقول لك حاجه، بقول لك حاجه، ال9 ايام لا بس بقول لك حاجه، هذه ال9 ايام تصعيد على القرار. ال9 ايام اذا انت تشوفها في نظرك انها مده طويله، بالعكس مدرب الهلال يرى انها مده قصيره، لان عنده لعيبه مصابين يحتاج تجهيز من انت تشوفها كثيره، الهلال يشوف انها المفروض انها اكثر. طيب هذا انت نرجع نفس نقطه الخلاف عندنا. نرجع النقطة الأساسية اللي هي تفند كلامك، اللي هو حديث الأمير عبد الرحمن بن مساعد اللي ظهر فيه أمس وربما ينشر بكرة في الصحف بشكل موسع، إنه وضح فعلا إيش هي الأسباب اللي دعت الهلال للتأجيل، وليست من أجل البطولة الآسيوية، ولكن من خوفا من متابعات أي خسارة تحدث في مباراة الاتحاد تزيد من مضاعفات الأحداث. والله شوف هي عموما هذا شيء واضح يا أخوي. عموما هو عموما أنا ما تكلمت عموما الامير عبد الرحمن هو قادر على تفسير كلامه يعني من غير كلامه، ولكن الواضح الامير عبد الرحمن كلامه واضح ومباشر، لان اي تاثير خارجي اكيد بيكون تاثيره داخلي، فالفريق هو ليس فريقين، هو فريق واحد، بالتالي اي تاثير خارجي وداخلي حيكون تاثيرهم واحد. الكلام لما يقول الامير عبد الرحمن لو لما لعبنا اشواط اضافيه كان ولا حدثت تلك الاصابات لدينا، كان ممكن لعبنا امام الاتحاد، لكن لن نلعب امام الاتحاد بهذا النقص وهذه الاصابات. يعني معناته انه الهلال يبقى، يعني انه يبقى حظوظه في دوري المحترفين العدوي، يبقى حظوظه في دوري المحترفين. احنا لسه في الجوله الخامسه، لسه باقي 21 جوله، لسه بدري. المباراة الكلاسيكو احيانا تحسمها النتيجة، ومباراة الذهاب لها دور كبير